فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل، وراجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد نبدأ فيه بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، ومكملين مع بعض نواعم العيد يا بنات. ان شاء الله النهارده هشارك معاكم البسكوت بالنشادر باوفر واسهل طريقه، والطعم تحفه يا بنات، احسن من بتاع المحلات. كنت شاركت معاكم الفيديو اللي فات الكحك يا بنات، والحمد لله الفيديو عجبكم، وبشكركم جدا على تعليقاتكم وكلامكم الحلو، ويا رب بقيه السلسله تعجبكم ان شاء الله. وكمان هشارك معاكم بقى اول تنظيفات العيد بافكار كده وجدول كده سهل عليكي وسريع. يعني لو انت مضغوطه ومتلخبطه ومش عارفه تبداي منين، مش عارفه تعملي ايه، والشغل كتير عليك، هقولك على شويه افكار كده ان شاء الله يسهلوا عليك الموضوع، هيخليكي تنجزي كل حاجه قبل العيد باذن الله. وهشارك معاكم كده شويه افكار لتجهيزات العيد برضو يا بنات، يعني زي ما بقول لك كده فيديو كوكتيل ان شاء الله هيشجعك كده وتستفادي معايا النهارده. خليكي بس معايا لاخر الفيديو وبيفوتك حاجه، وما تنسينيش بقى بلايك وكومنت حلو منك كده ورايك في الفيديو. ولو انت اول مره بتشوفيني خدي جوله في القناه، ولو عجبتك القناه شرفيني باشتراكك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما شفتوا معايا يا بنات كده الواحد، بصوا احنا زعلانين والله، الشهر جري بسرعه. فالمهم بقى يا بنات بدات كده اول تنظيفات العيد بايه، جمعت بقى الفوانيس والمفروشات والزينه وكل حاجه رمضان كلها. هشوف بقى كل حاجه اشيلها في مكانها، والمفروشات كلها نغسلها مع بعض. وزي ما انت شفتي معايا المفارش اللي انا كنت حاطاها على الركن دي يا بنات، دي مفارش جديده. اول ما حطيتها في الغساله لونها كله طلع في الغساله يا بنات، اللون اللي هو الذهبي ده نزل كله في الميه يا بنات. هو كان مطبوع طباعه خفيفه كده، انا ما صدقتش بصراحه ان هو هينزل في الميه، يعني مع ان انا جايبه المتر غالي، كان المتر ب 100 جنيه يا بنات، كنت جايبه ال4 متر ب 400 جنيه. ودي اول غسله، يعني اول غسله اغسلهم، ولقيت لك القماش طلع، او يعني البيضات دي طلعت من الغساله كده، وبيضه اوف وايت كده سايده ما فيهاش اي حاجه. فيعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المهم تخلي بالك ان عشنا وكان لنا عمر السنه الجايه، يعني لو القماش ده عجبك ركزي معايا وخلي بالك ان القماش ده كل الالوان اللي فيه بتنزل في الميه غالي على الفاضي. في منه الافوات اللي انا كنت جايباه ده واللي شفتيه معايا في اول الغساله كده اول ما حطيته، وفي منه الاسود، وفي رسومات ذهبي برده كده، فلا ما انصحكيش ان انت تجيبيه. المهم يا بنات انا غيرت الميه، وقلت بقى اغسل شويه فواتح كده، عندي بقى شويه فوط وشويه فرش يعني وحاجات كده، وتغسلهم بالمره. لاني يعني بص لما ببدا في حاجه الكحك والبسكوت بعديها بتعب وبريح، ببقى مش قادره اعمل حاجه تاني. فانا قلت بقى ابدا اليوم الاول بشويه الغسيل كده، ايه، نتنشط ونشجع مع بعض ونخلصهم بقى وننشرهم كده، وشويه تجهيزات برده نعملها كده ونعمل مع بعضينا البسكوت. عايزه اقول لك الطريقه بتاعت البسكوت النهارده تحفه وسهله ومش مكلف خالص، والطعم كده مقرمش وتحفه يا بنات. دي الطريقه اللي انا معتمداها من سنين، يعني لو انت بيطلع معاكي البسكوت فيه شويه عيوب كده او مشاكل ان شاء الله النهارده تستفادي معايا جدا. المهم كده يا بنات انا غيرت الميه تاني وغسلت الغسيل كله من اول وجديد فم تاني، يعني عشان طبعا كلها فواتح. وزي ما قلت لكم مجرد ما حطيت البيضات ديت في الغساله اللون نزل كله في الميه. وهرجع برضو اغير الميه تاني يا بنات للفواتح، هعيد على الفواتح بقى والفوط برضو فم تاني وننشرهم بقى مع بعض كده. المهم بقى يا ستي تعالى اقول لك بقى على جدول كده تمشي عليه. طبعا لو انت هتعملي كحك وبسكوت ومعجنات وعندك برضو الشقه كلها على بعضيها مش عارفه تعملي ايه، اقعدي كده اعملي جدول كده وبصي، يعني خليكي في الاولويات، وانت اللي تقدري تحددي اولوياتك. يعني شوفي مثلا عندك المطبخ متبهدل قوي، عايز تنظيفه عميقه كده، ابدأي بالمطبخ. تمام، عندك مثلا الدولاب نص نص كده، عادي ممكن نسويه كده على الماشي. طبعا احنا لسه قبل رمضان عاملين يا بنات تنظيفات عميقه، وعاملين تحت السراير وفوق الدواليب وفوق المطبخ يعني قلبنا الدنيا قبل رمضان. انا عن نفسي عملت كده، وعملت النيش كمان عشان ما اعملوش دلوقتي. يعني احنا دلوقتي بيعتبر التنظيف بتاعنا الايام دي يعني حاجه بسيطه، مش تنظيفات عميقه قوي زي ما عملناها قبل رمضان. فمش هنهد نفسنا ونهد حيلنا في التنظيفات كل شويه يا بنات، فاهماني؟ انت بقى ما عملتيش قبل رمضان مثلا والشغل اتكوم عليكي، نظمي وقتك. واهم حاجه كمان موضوع الاكل، ما تعمليش اكلات يعني تاخد منك وقت كبير في المطبخ وتستعملي مواعين كتير والمطبخ يتلخبط معاكي، لان دي اكتر حاجه بتاخد مننا وقت يا بنات، الاكل والعصاير وحاجات حلوه ومش عارف ايه. لا، حاولي تمشي نفسك الايام دي باكل بسيط وسهل خالص كده، ما ياخدش منك وقت خالص، بحيث ان انت تخشي المطبخ كده الساعه 4 ولا الساعه 4 ونص كده بالكتير تكوني عامله الاكل والعصير وخارجه. من الصبح بقى لحد الساعه 4 تنجزي في البيت. يعني مثلا يوم لمي الستاير كلها والمفروشات كلها واغسليها. انا بدات معاكم كده مفروشات رمضان كلها عشان اخلصها كده واطبقها واشيلها مكانها، وابدا بقى كده اشيل الستاير كلها والمفروشات اللي في البيت. هو يوم تلمي فيه الفرش كله والستاير كلها وتغسليها ان شاء الله، تغيري الميه كذا مره.
لو على الغساله اوتوماتيك ان شاء الله تغسلي 3 مرات في اليوم، بس تريحي مثلا من كل غسله والتانيه 4 ساعات 5 ساعات. تمام. المهم يبقى اليوم ده كله للمفروشات. تاني يوم لمي سجادك كله، او كان حافظات او مشايات برضو اغسليها. يعني انت كل يوم تعملي حاجه، تغسلي النهارده السجاد يبقى تغسلي كله، ما تسيبيش دي لتاني يوم. هتغسلي ستاير ومفروشات تغسليها كلها في يوم واحد، عشان تاني يوم يبقى عندك شغل تاني تنجزيه. فاهماني؟ تعالوا بس الاول كده اقول لكم كده اول تجهيزات للعيد كده ومشتريات العيد، وبعدين نكمل كلامنا. وانا كده خلصت الغسيل خلاص يا بنات. ما شاء الله انا شفت البلكونه كلها ميتها على الاخر، وعندي كمان شويه غوامق هبقى لمهم بقى اخر النهار الفواتح دي يعني، وننشر الغوامق. تمام. وجبت ايه بقى يا بنات للعيد؟ طبعا العيد ده عيد رنجه وعيد سمك والكلام ده كله. انا كنت خليت معاكم السردين، ان شاء الله هنجيب الرنجه. بس انا عندي ابو سنه بيحب حلويات المذبح بقى، اللي هي الكرشه والفشه والممبار والحاجات دي. فالمهم راح جايب لي ايه الكرشه وفشه. والاول مره اجيبهم يعني هي من عند جزار ولحمه بلدي وكل حاجه. حتى انا دلوقتي وريتك الشنطه اللي عليها عنوان الجزار، عشان في يعني اخوات كتير سالوني في القناه بتجيبي اللحمه منين والحلويات بتاعت المذبح دي منين. العنوان على الشنطه يا بنات، ممكن تاخدي سكرين وتكبري كده الشاشه هتعرفي ايه المكان. تمام. المهم جاب لي فشه وجاب لي كرشه. اول مره في حياتي ان انا اجيب كرشه متنضفه. بس بقى انا هعيد عليها تاني واغسلها تاني. وجاب برضو كبده بلدي، لان انا بصراحه جبت كبده مستورده من كام يوم يا بنات، ما كانتش حلوه خالص. اول مره في حياتي اجيب كبده تبقى كده، يعني كانت غامقه قوي كده، وحتى طعمها مش حلو يعني. فالمهم انا مش هجيب كبده من اللي هي المستورده دي تاني، هجيب على طول كبده بلدي ان شاء الله. المهم يا بنات جاب الفشه والكرشه والكبده. طبعا الكرشه كده كده مجمده، فانا هي متنضفه، فانا مش هينفع ان انا افكها من التلج واغسلها وارجع اجمدها تاني. فانا هشيلها زي ما هي كده بالطبق بتاعها في الفريزر، ولما اجي بقى اعملها اروح مطلعها افكها كده واغسلها برضو ايه غسله حلوه تمام كده. الفش بقى نضفها مع بعض كده، بس برضو مش هقطعها يا بنات لاني مستعجله جدا. انا بنجز كده، عندي شغل كتير جدا النهارده، عندي حاجات كتير قوي تجهيزات للعيد عايزه اعملها. وطبعا الاساسي عندنا النهارده البسكوت، بسكوت العيد طبعا هيقعد مننا وقت برضو. تمام. فالمهم ايه، انا مش هقطع الفشه، انا هغسلها سريع سريع كده عشان ما اتعودش ان انا اشيل الحاجه من غير ما انضفها. اهم حاجه بص بقى الفشه دايما لما بتجيبيها بيبقى فيها الزور ده كده. بتحاولي بقى ان انت تنضفي كده اللي حوالين الزور كده. في قطع لحم بتبقى حلوه كده عادي خليها، في بقى دهون بيبقى فيها ايه مثلا ايه حته غامقه كده او فيها دم معقد، دي تشيليها خالص. والزور نفسه بقى كده بننضفه من جوه يا بنات. ماشي. بصي اهو انا قطعته نصين اهوت، فتحته وهبدا بقى ان انا امشي عليه يا بنات كده ايه زي ما بتكحتي الممبار كده، هكحته بالسكينه كده. تمام. عشان بس يبقى زي الفل معانا كده ونضيف من جوه. هتشوفي اصلا بيطلع كده كده يعني حاجات زي دهون كده يا بنات اهو. بصي في السكينه اهي. المهم يا بنات بقى نكمل الجدول بتاعنا بتاع التنظيفات زي ما اتفقنا كده من الصبح لحد الساعه 4 تخليه في شغل البيت. وبعد كده تعملي بقى الفطار بتاعك. وبعد الفطار بقى هتعملي مثلا شويه كحك وبسكوت لو كنت هتعملي شويه بوتيفور. مثلا شويه خضار ولا حاجه تفرزيهم للعيد. مثلا هتجيبي مثلا شويه فاكهه برضو تفرزيهم للعيد، على حسب انتي ناويه تعملي اكلات ايه في العيد. مثلا هتعصجي لحمه مثلا ولا حاجه، لان مش هنقضيها كلها رنجه وسمك يعني يا بنات والكلام ده. المهم في شويه تجهيزات مثلا هتعملي الترمس، يعني شوفي تجهيزاتك ايه للعيد. ومثلا ممكن بقى بالليل في السهره كده مثلا قبل السحور بشويه تعملي الدولاب. وبالنسبه للمطبخ برضو يا بنات هو يوم تدخلي المطبخ كده تشطبيه كله تمام تمام كده، يبقى كده انت ايه يعتبر خلصتي. تمام. اهم حاجه انك انت ترتبي شغلك. كل ما ترتبي شغلك وتنظمي وقتك كده هتنجزي الوقت معاكي وهتخلصي كل حاجه ان شاء الله باذن الله. ربنا يعينكم جميعا يا رب يا بنات كده، ويصلح حالنا جميعا، ويهل علينا العيد واحنا بالف خير كده وفي احسن صحه واحسن حال وراحه بال يا رب. اللهم امين. المسلمين اجمعين يا رب. المهم كده يا بنات انا خلصت الفشه بقى. بصوا خليتها زي الفل، مفيش اي حاجه اي دهون كده مثلا مش مظبوطه شكلها مش حلو كده معاكي لونها غامق ولا حاجه تشيليها خالص. المهم يا بنات بالنسبه بقى لفتره العيد او بالنسبه لانواع من العيد يعني والكحك والبسكوت وكده، لو انت مثلا مش من محبين الكحك والبسكوت او مثلا الميزانيه معاكي مش سامحه ان انت تعملي، هيكلف معاكي شويه، استنيني ان شاء الله باذن الله. هنزل فيديو لمعجنات، هنعمل شويه معجنات كده مش مكلفين خالص. يعني عايزه اقول لك ان احنا بنعمل 3 كيلو دقيق بنص سمنه ونص زيت ونص لبن ونص سكر، دي المقادير بتاعتنا. بس بنشكل شويه تشكيله بقى حلوه كده، يعني ممكن تغنيكي على انك تعملي كحك وبسكوت والبوتيفور والغريبه والكلام ده كله. ان شاء الله. بس الاول كده يعني النهارده فيديو البسكوت، بعد كده هينزل لكم بقى البوتيفور والغريبه ان شاء الله هنزلهم في فيديو واحد، وبعدين هنزل لك فيديو بتاع القرص. يعني برضو ما تضغطيش نفسك او تقولي مثلا ما عملناش كحك وبسكوت، لا اي حاجه نفطر عليها على العيد الصبح كده وتحسسنا باجواء العيد فضل ونعمه من الله ونقول الحمد لله. المهم يا بنات ايه نقعت الفشه بقى كده بليمونه كده عصرتها عليها، مش فيش بقى ولا ملح ولا خل ولا اي حاجه. وبعدين صفيتها في مصفى كده يا بنات، وبرده خدت الكبده شطفتها شطفه سريعه. الناس اللي بتقول الكبده ما تتغسلش، الكبده اللي تكون لسه طالعه من الذبيحه حالا بدمها كده ممكن دي ما تتغسلش، انما دي من عند الجزار يعني من ايد لايد. فالمهم انا شطفتها شطفه سريعه كده يا بنات، وبرده حطها في مصفى كده
وشلتهم بقى على الفريزر. وتعالوا بقى نقول بسم الله ونشوف معانا اسهل واوفر طريقه للبسكوت. النهارده هنعمل معاكم 2 كيلو يا بنات، بس انت لو انت عايز تعملي كيلو واحد هتقسمي المقادير اللي انا هقولك عليها دي. تمام. واول حاجه يا بنات الدقيق، انا بستعمل دقيق الكوثر، هو لجميع الاغراض. تمام، حلو جدا وعملت منه كحك كان جميل. ومعانا السكر 600 جرام ل2 كيلو بسكوت، يعني الكيلو ليه 300 جرام، وهقولك تعالي ازاي بالكوبايه دلوقتي. المهم معانا ايه كمان؟ مج من جوز الهند الناعم، ومعانا برضو 600 جرام من السمنه او زبده زي ما تحبي. بس لو تعملي بزبده لازم تسيحي الزبده الاول وبعد كده تعايري ال3 مجات، فاهماني؟ او تعايري مثلا الكيلو 300 جرام، لان الزبده لما بتسيح وزنها بيقل يا بنات. فانت لو تستعملي زبده تكوني مسيحاها الاول بعدين تعايري 3 مجات. هنستعمل ايه كمان؟ معايا 8 بيضات ل2 كيلو، ومعايا كيس بيكنج باودر هناخد منه هقولك قد ايه، و2 فانيليا، وكيس عصير فروتي. هنعمل البسكوت النهارده بتاع البرتقال. تمام يا بنات. اهم حاجه بقى دلوقتي ان يكون السمنه بعد ما تعيريها تحطيها في التلاجة تجمد شويه، مش عايزين السمنه تكون سايحه ولا تكون حتى بدرجه حراره المطبخ، فاهميني؟ عايزينها تكون طالعه من التلاجة مش مجمده تلج، لا يعني تكون ساقعه بس يعني يا بنات. تمام. هننزل بقى اول حاجه كده بال3 مجات زي ما اتفقنا ان لو بالميزان يبقى 600 جرام ل2 كيلو يا بنات. انا بقول لك دلوقتي المقادير دي على 2 كيلو. ضفت عليهم ايه كمان يا بنات؟ نص كوبايه زيت، بس يكون زيت صافي يعني مش زيت التموين، فاهماني؟ يبقى عندنا ال2 كيلو بسكوت بياخدوا 3 مجات، المج اللي هو موجود في كل البيوت ده 3 مجات سمنه وعليه نص كوبايه زيت، ولو بالميزان يبقى 600 جرام سمنه. هنضربهم كويس كده بالمضرب يا بنات، بالمضرب اليدوي بتاعك العادي خالص. يعني انا عندي العجان بس بصراحه ما رضيتش اطلعه، قلت ايه يعني اتعامل بالحاجه اللي موجوده في كل البيوت، فاهمين؟ عشان ما نصعبش الدنيا على نفسنا. المهم تضربي بقى السمنه مع زيت كويس جدا، وبعدين بتنزلي عليهم بقى بالسكر البودره وتضربيهم مع بعض كويس. يعني هتتعبك شويه بس المهم ان احنا عايزين نوصل للقوام اللي انت شايفاه ده كده، يبقى زي الكريمه كده. هننزل بقى بالبيض والفانيليا. بصوا انا هاخد دلوقتي 4 بيضات، فانا هحط عليهم كيس واحد فانيليا، وهنزل بالبيضايه بيضايه، ما تنزليش بالبيض كله عشان السمنه ما تخرصش معاكي. هتنزلي بالبيضايه وتضربي كده بالمضرب ضربتين لحد ما تختفي، وبعدين تنزلي بالبيضايه الثانيه. اهم حاجه يكون عليها الفانيليا. تمام. او بيضايه بيضايه كده ونضرب لما تختفي معانا. هعمل اول حاجه ال4 بيضات كده، وبعد كده هعمل ايه ال4 التانيين. تمام. طبعا لو انت عندك البيض بلدي او بيض احمر اللي هو الصغير شويه هيبقى 5 بيضات للكيلو، يعني هتحطي ل2 كيلو 10 بيضات. انا هنا استعملت 8 بيضات بس، لان ما شاء الله اللهم بارك البيضايه كبيره، فكفايه 8 بيضات على 2 كيلو. تمام. زي ما شفتي معايا عملت ال4 التانيين برده، حطيت عليهم كيس الفانيليا التاني في طبق، ونزلت برده ايه ببيضايه بيضايه، ضربتهم كلهم كويس، وبعدين نزلت بكيس فانيليا تالت يقضي على ريحه البيض كده يا بنات كده، ويخلي الطعم معانا حلو والريحه حلوه، وده اختياري مش اكيد يعني. المهم برده ضربتهم كلهم مع بعض كده، وبعدين نزلت بقى بكيس العصير فروتي وكوبايه اللي هو الايه الجوز الهندي اللي هو الناعم يا بنات، ويكون ناعم ما يبقاش خشن، عشان الخشن يا بنات بيخربش كده في مكنه البسكوت وانت بتعملي البسكوت يعني، ويخلي النقشه معاكي مش مظبوطه. فلو هو عندك الجوز الهندي معاكي خشن اضربيه ضربه كده في الكبه بتاعه الخلاط، طحنه واحده كده بس يعني، حطيها ايه على العجين بتاعك. نقلب بقى كله مع بعضه زي ما قلت لك كده بقى، العصير اللي هو كيس العصير فروتي مع الجوز الهندي، ونقلب كله مع بعضه. واخر حاجه ننزل بيها الدقيق، وننزل برده بالدقيق على مرتين، وتقلبي بقى كده كده. خلاص احنا استغنينا عن المضرب بقى، نشيل المضرب. وحطيت كمان كيس البيكنج باودر كله يا بنات، انا ما حبيتش اشيل منه يعني لان انا مش بكتر النشادر. المهم بقى كده ان استغنى عن المعلقه، رحت غسلت ايدي الاول، وبعدين بقى شيلنا المعلقه ونبدا ان احنا نقلب يا بنات العجين مش نعجن. بصي انا بجيب كده من الجنب لنص الطبق، ولف الطبق بايدك كده، تجيبي من الجنب لغايه ايه تحطي في النص كده، وتلفي الطبق بايدك. انت بس بتخلطي كل المواد مع بعضيها. تمام. هبص تلاقي العجينه كده بتلزق في ايدك. تمام. المهم انت تعملي ايه؟ بص زي ما انت شايفه معايا كده، بلاش البوكسات، يعني لو عملتي بوكس كده بايدك انت كده بتعجني، لا انت هاتي بس ايه من الحرف للنص، من الحرف للنص. جبتي بقى كوبايه اللبن، كنت انا حطيت فيها بقى ايه معلقتين شاي نشادر، يعني كل كيلو ليه معلقه واحده من بتاعه الشاي دي، تمليها نشادر وتحطيها على كوبايه اللبن وتقلبيها كويس. دي بقى اللي هنلم بيها العجينه بقى زي ما انت شايفه معايا كده، لمينا بقى العجينه كلها ما شاء الله اللهم بارك. العجينه بقى بصي طلعت من ايدي كده، يعني ايه تعرفي منين ان العجينه كده مظبوطه ومش محتاجه حاجه؟ لما تكون خلاص ايه مش لازقه في ايدك كده، ما بتلزقش ولا حاجه ولا لازقه في الطبق. بصي الطبق ما شاء الله زي الفل كده اهو، ما فيهوش اي حاجه. وعايزه اقول لك بقى ريحه الجوز الهند مع العصير فروتي عامل كوكتيل فظيع ما شاء الله يا بنات. ريحه البسكوت من غير ما يتعمل كده تحفه. خدت قطعه كده في ايدي كده اشوف بس الملمس بتاعها ما شاء الله يا بنات، جميله متماسكه، مش بتلزق في ايدي، وفي نفس الوقت ناعمه كده، فاهماني؟ المهم كده غطيناها بقى بكيس كده ستريتش او بكيس تلاجة عشان بس العجينه ما تتشافش معانا وتشقق كده. حطينا بقى المكنه بتاعتنا وندهن بقى ايه السجان. بدهن السجان اول دهنه بس يا بنات، مش بدهن السجان كل مره، لا اول دهنه بس. وابدا بقى اخد قطعه كده واحننها على ايدي، يعني تضغطي بيها على ايدك كده
بايدك كده، تحطيها في المكنه وتضغطي بقى في المكنه كده. ولو انت حابه تعملي بالام هتعملي نفس المقادير دي كلها كده لل2 كيلو، او لو للكيلو هتقسمي المقادير دي، بس هتشيلي يعني من كيلو البسكوت، من كيلو الدقيق يعني هتشيلي معلقتين دقيق. يعني لو هتعملي 2 كيلو هتشيلي 4 معالق دقيق، يبقى كل المقادير كلها مظبوطه، اللبن والبيض والسمنه وكله، بس هتشيلي 4 معالق دقيق لل2 كيلو. للكيلو الواحد هتشيلي معلقتين دقيق، هيكون معاكي العجينه كويسه وتمشي معاكي كده في القمع او في الكيس الحلواني يا بنات، برضو بتبقى جميله. بس انا بصراحه بحب ان انا اعمل البسكوت بالمكنه يعني. بصي بقى النقطه ديت، انت كده بتعملي مثلا مش هتظبطي انت كل البسكوتات كلها قد بعضيها. يعني وانت بتاخدي من المكنه كده مثلا بيطلع حته طويله شويه، مثلا واحده صغيره شويه، نبدا بقى ان احنا نساوي في الصينيه كده زي ما انت شايفه. بصي الزيادات دي تشيليها وتساوي بقى، ما شاء الله اللهم بارك، بالشكل ده كده يا بنات. بصي بقى كل بسكوته قد التانيه. ركنت بقى الصواني، يعني انا عملت بصي على قد الصواني اللي عندي، يعني بسم الله ما شاء الله. وشكلت وغيرت كده الموس بتاع المكنه، يعني الرسومات دي. بس الصينيه ديت ودي كده بصراحه ما عجبونيش النقشه بتاعتهم يعني، بس انا جربتها. عملت الصواني كلها اللي عندي، وهبدا ان انا اسويها، وبعد كده هطفي الفرن واروح اعمل الباقي وارجع اسويه. ليه بقى يا بنات؟ لان البسكوت بيعوز يعني سوا مخصوص، ما ينفعش تسيبيه في الفرن وتقعدي تشتغلي على المكنه وتملي الصواني والكلام ده. انا حطيتهم في الفرن كده يا بنات، حطيت صاج في النص وصاج فوق، وهنبدل السيجان. طيب طريقه التسويه ايه؟ بصي هتخلي النار عاليه في الاول، اول ما تحطي البسكوت كده، وبعد كده مجرد ما البسكوت يتشمع معاكي، تحسي ان البسكوته من فوق كده خلاص الرسمه بتاعتها وضحت كده ومشمعه كده، هتخلي بقى النار وسط عشان يكمل سوا وياخد معانا لون. تمام. ونيجي بقى يا بنات لطريقه التخزين. زي ما انتوا عارفين بحط في كراتين كده، بس طبعا عشان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات لما عملنا الكحك، عشان الكرتونه ما تشربش الماده الدهنيه اللي في الكحك والبسكوت معانا، بحط كده طبقه من الاكياس، او مثلا حطي مثلا ورق زبده. بس والله يا بنات حتى ورق الزبده ساعات برضو بيبقى معانا كده وبيشرب السمنه. تمام. فانا عملت دي كيس ثلاجه عادي، بفتح الكيس كده نصين وبحط زي ما انتم شايفين كيس مثلا احط نصه في الكرتونه من الجنب ده والنص بره، والناحيه التانية برضو نص الكيس والنص التاني بره، واروح فارده كيس بحاله بقى كده في قاعده الكرتونه نفسها، وابدا بقى ارص البسكوت زي ما انت شايفه كده. مجرد ما يطلع يهدى بس شويه من السخونيه كده، واروح واخده البسكوت رصاه فوق بعضه كده. مش بحط البسكوت سيف يا بنات كده بالجنب يعني، مش بحب بصراحه ان انا احطه كده، بحس ان هو بيتكسر يعني. بصي بقى ما شاء الله اللهم بارك، بصي اللون جميل ازاي. اول صاج يعني كنت لسه برضو ما ظبطتش النار قوي، اتحمر معايا سن، بس انا بحبه كده يعني. بس طبعا انا عملته كله لونه فاتح شويه، عشان عندي كل اللي عندي بيحب البسكوت فاتح. الصاج اللي هو يعني اتحمر معايا زي دوت انا خليته ليا انا. تمام. وكده خلصت يا بنات. الاول خدت كل الصواني اللي كانت معايا كلها، اللي شفتيها معايا، حطيتها في الفرن كلها استوت ورصيناها، وبعدين طفيت الفرن ورحت كملت بقيه العجين، ورجعت كملت السوا بتاعه بنفس الطريقه. وزي ما انت شايفه بقى ما شاء الله اللهم بارك اللون تحفه. وخدت بقى الاكياس اللي كانت في الجنب دي، رحت مغطيه بقى الكرتونه من جوه زي ما انت شايفه كده، برضو حافظت عليها. واحلى شويه بسكوت ممكن تاكليهم بالف هنا وشفا اللي هياكل. واتمنى الطريقه تعجبك، واللي يجربها يا بنات يقول لي رايه في الكومنتات. خلصنا البسكوت بتاعنا. تعالوا بقى نشوف بقى تجهيزاتنا كده للعيد. معايا شويه برتقال حلوين وشويه استفندي، عايزين نجهزهم كده نعملهم عصاير للعيد. احسن بقى من الحاجه الساقعه والحاجات اللي هي الجاهزه دي، بصراحه ما فيش احسن من العصاير الفريش يا بنات. والبرتقال موجود دلوقتي كتير يا بنات ورخيص، والاستفندي كمان بيبقى تحفه جدا في العصير. اهم حاجه بس تشيل البذر منه عشان ما يمررش معاكي. طبعا انا شاركت معاكم كتير تفريز البرتقال والاستفندي، وبيعمل له جزر. بنسلق الجزر كده ونقطعه حلقات الاول ونسلقه ونشيله في الفريزر كده يا بنات. انا هعمل معاكم النهارده البرتقال والاستفندي، وهاخد منه طبعا الفطار النهارده وبعدين نبقى نعمل الجزر ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي. تمام يا بنات. هنقشره كويس. اهم حاجه وانت بتقشري تشيلي الطبقه البيضه دي، تمام، عشان يبقى معاكي العصير بتاعك كده صافي، ما يبقاش مفتل كده، ما يبقاش فيه تفل كتير يعني، وما يبقاش ممرر معاكي. تمام. هي مع ان يعني بيقولوا ان الفايده بتبقى في القشره دي، بس لو انت هتاكليها كده وحابه تاكليها تمام، انما في العصير مش هينفع. لو عملتيه بالقشره البيضه ديت العصير بيبقى لونه فاتح قوي معاكي، ومبقاش الطعم حلو كمان. قشرتهم كلهم بقى يا بنات اهو. طبعا الاول اهم حاجه ان انت تغسلي البرتقال والاستفندي. انا كنت غسلاهم الاول كويس قبل ما اقشر. تمام. وبعدين بقى هبدا ناخد منه الاول كده نعمل العصير. تشيلي الجزء اللي هو من تحت دوت، لان ده برتقال بالسره يا بنات، فتشيلي السره اللي تحت دي برده وانت بتقطعي كده. وعلى فكره بيبقى جميل يا بنات، يعني بالنسبه للناس اللي بتقول لك العصير يبقى عايز برتقال بلدي او برتقال سكري، هو جميل في كل الاحوال يعني. اي برتقال بيبقى جميل، وابو سره والله العظيم بيبقى تحفه. وبعدين بقى بصي بتقطعي وتحطي على طول، مش هتقعدي بقى تدوري على البذر وتشيلي البذر والكلام ده. المهم كده عملناه، وبعدين بنصفيه بقى بمصفى ضيقه كده يا بنات. النهارده هنعمله من غير جزر ولا حاجه، هنعمل عصير برتقال فريش كده صافي، ملوش جزر ولا اي حاجه، بس برده يبقى جميل معانا، يبقى تحفه يا بنات. تمام. بنصفيه بقى، اهم حاجه تصفيه بمصفى ضيقه كده.
عشان يتصفى معانا كويس. وعايزه اقولك ان انا كمان ايه، بس المقطع ده ما ظهرش معاكم يعني، انا خدت شويه يوستفندي كمان وايه وعصرتهم عشان يديني بس ميكس حلو كده وطعم جميل. واللون بقى، اللون اليوستفندي بيبقى لونه برتقاني شويه كده، فاهماني؟ فبيعزز معاكي اللون والطعم جميل جدا يا بنات. حطيته بقى كده وخلاص وجهزته، حطه في التلاجة لحد الفطار. تمام. هناخد بقى بقيه اليوستفندي والبرتقال نقطعهم بقى ونشوف هنفرزهم ازاي. هنقطعه كده حلقات يا بنات. بالنسبه للبرتقال بيتقطع حلقات عادي، كذا كذا حلقه يعني. امسكي البرتقانيه كده مثلا 4 5 حلقات كده، هو ما فيهوش بذر ولا اي حاجه ونضيف. اهم حاجه تشيلي زي ما قلت لك الصوره اللي تحت دي اهي، دي تشيليها خالص كده. تمام. ونرص في البرطمانات كده اهو بالشكل ده كده، بيبقى جاهز بقى معانا على انك تعمليه على طول. طب اليوستفندي مش هينفع نقطعه حلقات، اليوستفندي بيتقطع نصين بس يا بنات، عشان بس نشوف البذر يبقى واضح معانا كده. هو اصلا البذر يبقى في النص بالظبط. لو جيت قطعت اليوستفندي حلقات هيتعصر في ايدك. تمام. لان هو طبعا بيبقى طري شويه عن البرتقال. اهم حاجه تشيلي البذر زي ما انت شايفه كده. لو سبتي البذر فيه وجيتي عملتيه عصير هيمرر جدا ومش هيتشرب. تمام. او اتاكدي كده ان مفيش حاجه. بحطه برده كده في الايه في العلبه. وبرده بعمل ميكس يا بنات بين ايه البرتقال واليوستفندي، فاهماني؟ ومخليه برده علب لوحديها استفندي وعلب برتقال لوحديها، عشان برده حبيت اعمل ايه برتقال لوحده او استفندي لوحده. تمام كده يا بنات. بصي البذر طلع قد ايه من استفنديه واحده. بصي بقى الكميه طلعت من الاستفندي كله. بصي كميه البذر، تخيلي بقى لو دي عملتيها في العصير بيبقى مر الدنيا كله فيه بصراحه. فخلي بالك من النقطه دي. المهم كده عملت ايه 3 علب يا بنات، ما شاء الله اللهم بارك اهو. بصوا اصلا لون البرتقال والاستفندي كده تحفه، يفتح النفس بصراحه. ولا تقولي لي بقى حاجه ساقعه ولا العصير اللي هي الجاهزه اللي بره دي ولا اي حاجه. ما شاء الله ما فيش احلى من الطبيعي والفريش. هنشيلهم برده بقى كده في الفريزر يا بنات باذن الله للعيد. نجيب برده شويه فراوله برده نعملهم. تمام. وما فيش مانع برده نجيب حاجه ساقعه، يعني في ناس بتحب الحاجه الساقعه، يعني في ضيوف بيجوا لنا مثلا بيبقوا حابين الحاجه الساقعه. المهم بقى الفيديو الجاي باذن الله نعمل الجزر بتاعهم. تمام. هنشيلهم بقى على الفريزر يا بنات. وتعالوا نشوف فطارنا النهارده هنعمل ايه. فطارنا النهارده سهل وسريع. هنعمل سمك فيليه يا بنات. السمك الفيليه دوت بصي بقى، ولا تنظيف ولا الكلام ده كله، ما بياخدش مننا وقت خالص. وعايزه اقول لك برده ده يعتبر من اكلات العيد. لو انت عايزه تجهزي اكلات العيد من دلوقتي ومش حابه بقى ان انت تجيبي سمك وتنضفي والكلام ده، لا ده جميل. هتجيبي كيس زي ما هو تشيليه في الفريزر، وقت ليه هتطلعيه تغسليه سريع كده وتعملي التتبيله بتاعته كانك بتعملي بانيه بالظبط. ده كيلو يا بنات. الكيلو ده عامل 150. بس طبعا هو يعني كيلو صافي. يعني انت لو جبت كيلو سمك طبعا بالشوك بتاعه، سمك زي ما هو يعني سمك عادي مش متنضف، هيبقى الكيلو معاكي قليل مش زي ده. ده كيلو صافي بعد التنظيف. تمام. بقطعه كده قطع كده بتكون مناسبه يعني. وخلي بالك برضو ان انا بضغط على القطعه كده فبتكبر معايا شويه. يعني انا مش بحبه تخين قوي كده، فبحب ان انا ابططه شويه وبضغط عليه كده عشان يستوي معايا. لان دايما بطبيعه السمك الفيليه بنات بيبقى طري شويه، فلازم ان هو يستوي معايا كويس. تمام. المهم قطعته قطعه مناسبه كده وشطفته بقى مره واتنين كده. وهبدا برضو ان انا انقعه برضو من ايه، بحط له برضو الليمون بتاعه وشويه ملح، يعني كانك بتعملي السمك التاني. لان السمك عموما يعني بيبقى ليه ريحه زفاره، فاهماني؟ فاهم حاجه برضو طريقه التنظيف. هحط له بقى زي ما قلت لك يعني نقص عليه ليمونه كده وشويه خل وشويه ملح، وهنسيبه شويه قبل ما نعمل له التتبيله بتاعته. والليمون ده يا بنات انا كنت مفرزاه، طلعته كده قبلها بشويه. بصي لما بتكوني مفرزاه بقى تيجي تعصريه كده يتعصر بكل اللي فيه. بصي التفل كله طلع اهو، بتستفادي بالليمونه كلها. ده كنت يعني انا مفرزاه يا بنات لتنظيفات الفراخ واللحوم والحاجات دي والاسماك. مفرزه نوع تاني يعني ليمون تاني مفرزاه بس مقشره بقى، ده للعصاير وهعمله برده معاكم النهارده. تمام. تعالوا بقى نشوف الخلطه بتاعتنا كده. معايا هنا فلفل مفروم، معايا برده جزر مبشور، معايا التوم اللي كنت برده فرماه معاكم مجهزاه لرمضان، معايا هريسه الفلفل الاحمر. هناخد من كل حاجه كده معلقه. بصوا بقى التفريزات بقى وجمالها يا بنات. عايزه اقول لك التفريزات دي نفعتني جدا في الايام دي بتاعه التنظيفات والكحك والبسكوت والحاجات دي. ببقى انا عارفه انا هعمل ايه، فبقوم مثلا بجيب بقى العلب واخد منها كده. تخيل بقى لو انت لسه هتجهزي بقى الفلفل وتقشري الثوم وتبشري الجزر وكل الكلام ده كله، هياخد معاكي وقت. فاحنا بنبقى مضغوطين اصلا جدا في الفتره الاخيره دي بتاعه رمضان. يعني دايما حتى كمان بعمل التفريزات دي يا بنات قبل رمضان وفي اول رمضان، بحاول اخليها لاخر رمضان. فاهميني؟ يعني في اول رمضان كده ممكن يبقى عندي جزر اطلع واعمل، عندي فلفل اطلع واعمله في الاكل. بحاول احافظ على التفريزات دي لاخر رمضان عشان الايام دي كده. المهم خدت زي ما انت شايفه من كل حاجه معلقه. نحط بقى معلقه بابريكا، معلقه كمون، معلقه كاري، معلقه فلفل اسمر، شويه كزبره ناشفه، شويه ملح. ماشي. ونقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض. شويه شطه صغيرين كده لو انت حابه، ونحط شويه خل برده سنه صغيره كده، ونعصر بقى ليمونه. تمام.
واحلى خلطه سمك ممكن تعمليها. بصي بقى الخلطه دي حلوه جدا للسمك الفيليه، للسمك اللي هو البولتي بتاعنا العادي، تتبيله السمك العاديه. هتعملي سمك سنجاري ممكن برضو تعمليها، بس قطعي بقى عليها ايه، طماطم مكعبات كده، حطي شويه كزبره خضراء. تمام يعني ايه، برضو شويه تحبيشه حلوين كده، مثلا تبشري عليها بصلايه او تقطعي مكعبات صغيره كده مع الخلطه دي كده بقى، مع الطماطم زي ما قلت لك، مع الخضره. دي خلطه السمك السنجاري. نرجع بقى للسمك يا بنات، خلاص خد وقته كده في النقع. نصفيه بقى كده ونشوفه كده مره واثنين وثلاثه، ونسيبه يصفى شويه، وبعدين هناخده ايه، نحطه بقى في التتبيله بتاعتنا. عشان بقى السمك الفيليه يطلع معاكي مظبوط ويطلع معاكي مستوي وما يبقاش طري كده معاكي وينزل ميه، بعد ما تتبليه حطيه في مصفى، ما تسيبوش كده مثلا في طبق، لا احنا عايزين ميته كلها تنزل كده زي ما انت شايفه معايا كده. باخد القطعه بتبلها كويس واحطها في مصفى. النقطه دي بقى بتخلي الميه اللي فيه كلها تنزل، ما يبقاش فيه ميه خالص. ولما كمان بقى بنيجي نبدره بالدقيق يا بنات، تضغطي عليه كويس كده زي البانيه، بحيث ان هو يعني ما يبقاش فيه قطع تخينه، لا يعني ايه، ترققيه شويه عشان يستوي معاكي. بصي هحطها على طبق، بصي مجرد بس ما تبلت كده، بصي الميه نزلت قد ايه. هسيبه كمان شويه مثلا كده عبال ما اجي بقى اقليه قبل الاكل على طول، نص ساعه كده ولا حاجه. نعمل بس الرز الاول، وتعالوا بقى نعمل الرز. انا بحب اعمل رز اصفر جنب السمك يا بنات. يعني ايه، بصي رز البلدي بتاعنا اللي هو العادي، بس بخلطه الرز البسمتي. بنحط برده شويه فلفل اسمر، شويه سبع بهارات، شويه كمون، شويه كاري، شويه كركم، شويه ملح، قرفه عيدان، مكعب مرقه دجاج لو عندك لومي. ماشي. نقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض. اهم حاجه بس تخلي الزيت كويس كده، عشان ايه، الزيت برده بيديله لمعه حلوه كده ويخلي الرز معاكي مفلفل. تمام. بعد ما بقى اشوح بقى كل الكلام ده كله مع بعض، بنزل بالبصلايه كده مكعبات يا بنات. مش بحط البصلايه في الاول وادبلها وبعدين احط عليها الرز، لا انا مش عايزه ريحه البصلايه تطلع، ومش عايزاها تدي لون للرز. تمام. انا بس تديني طعم حلو للرز، بس ما تبقاش متحمره. بعد كده خدت برده شويه جزر مبشور من اللي كانوا معانا في العلبه، رحت حطاهم برده على الرز، ونقلبه بقى كده يا بنات، ونسيبه بقى لما يستوي معانا. اول ما بيشرب الميه يا بنات انا بوطي عليه، مش بقلب زي ما شفتي معايا كده. جهزت بقى الطاسه عشان نقلي كده السمك يا بنات. وبصي بقى الكفر بتاعنا معايا كوبايه دقيق، نص كوبايه فيجيتار، معلقه كركم عشان يديها لون حلو كده. الفيجيتار يا بنات برضو بيدينا طعم حلو وقرمشه حلوه جدا للسمك، يعني مش دقيق بس. المهم زي ما انت شايفه كده، بصي تبدريها كويس كده، تضغطي عليها. ما شاء الله كده اللهم بارك. عايزه اقول لك يعني الطريقه دي تحفه، واسهل اكله ممكن تعمليها في العيد. تبقى تنفضيها برده كويس كده، عشان برده الدقيق ما ينزلش كده في الزيت ويتحرق معانا. واهم حاجه تكوني معليه النار على الزيت، يعني الزيت يكون سخن جدا. تنزلي بالسمك وبعد كده تخلي النار وسط، عشان يعني تدي صدمه للسمك الاول. لو نزلتي بالسمك والنار وسط او النار واطيه، السمك هينزل ميته. تمام. وهيبقى طري معاكي. لا احنا عايزين يبقى الايه، الزيت سخن جدا، تروحي نازله بالسمك، وبعدين تروحي موطيه، عشان ايه، بعد ما ياخد معاكي صدمه تروحي موطيه عشان يستوي معانا كويس من جوه. ما تبصيش بقى تلاقيه كله متحمر من بره ومن جوه ني. تمام. خلي بالك من النقطه دي كويس جدا، تخلي النار وسط عشان تسوي معاكي السمك من جوه. ما شاء الله. بصي عايزه اقول لك الريحه تحفه، ولونه جميل كده عامل زي البانيه بنات. وما شاء الله برده الكميه بتاعته كويسه، وهو تنظيف بقى ولا الكلام ده. هنعمل بقى شويه عصير ليمون كده. عايزه اقول لك ان عصير البرتقال وعصير الليمون بيبقوا حلوين جدا في الصيام مع الاسماك. يعني تعملي مثلا في رمضان اي نوع سمك، سنجاري بقى او مشوي او مقلي اي حاجه، العصاير اللي بتبقى حلوه معاه عصير الليمون وعصير البرتقال. ما ينفعش طبعا ولا الصوبيا ولا التمر ولا الكلام ده كله. الليمون ده كنت مفرزاه معاكم، كنت لسه بقول لكم عليه من شويه. بقشره كده بس بسيبه زي ما هو مقفول، ما بطلعش البذر منه. لو قطعت الليمونه نصين وطلعتي منها البذر وبعد كده شلتيه في الفريزر، هتيجي تطلعي الليمونه هتلاقيها بتتكسر في ايدك، هتلاقيها كده ايه، ناشفه خالص. فخليها زي ما هي مقفوله كده، محتفظه بالميه بتاعتها. بس لما نيجي نعمله عصير بقى بنقطعها نصين زي ما شفتي معايا كده، واشيل منها البذر ونحطها في الخلاط، تبقى متقشره كده وجاهزه معانا. وحطيت بقى على الليمون كده يا بنات والميه السكر المظبوط، وضربناهم كويس في الخلاط وصفيناهم. ومعايا كده ليمون برده جاهز يا بنات. ما شاء الله. عايزه اقول لك برده جميل جدا، وحاجه مش مكلفه ولا اي حاجه. تمام. هنبدا بقى ان احنا نجهز كده الفطار بتاعنا. نصب بقى العصير الاول. خلاص احنا قلينا السمك يا بنات، والرز ايه يعني بعد ما وطيت عليه بعديها ب5 دقايق كده بنات بقلبه تقليبه واحده، ما تقلبيش الرز كتير. بيكون بقى استوى معانا كده. واحلى فطار كده معانا النهارده عصير البرتقال اهو يا بنات. واحلى فطار واحلى روتين شاركته معاكم النهارده يا بنات، وشاركت معاكم اليوم كله بالتفصيل من اول اليوم لاخره، وعملنا مع بعض احلى شويه بسكوت. اتمنى تكون الطريقه عجبتكم يا بنات وتنفذوها وتقولوا رايكم في الكومنتات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا اتشجعتوا وتحفزتوا معايا كده، وتكونوا استفدتوا معايا النهارده. وما تنسوش بقى اللايك يا بنات، الفيديوهات واقعه خالص الفتره الاخيره، فما تنسوش اللايك يا بنات، اللايك بيرفع الفيديو عشان الكل يستفيد. انتظروني ان شاء الله في باقي نواعي من العيد، طريقه تعجبكم جدا باذن الله. ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.